شوفوا الشباب اللي كيرفعوا الراس. يونس شاب مغربي عايش في سويسرا، استغل واحد الثغره قانونيه. هذوك الاراضي اللي كتكون منسيه ومهجوره وكتولي في ملك الدوله، مشى هو استولى عليهم كاملين قانونيا راه ما سرقهم ما والو. أعلن اليوم وبشكل رسمي منع ابنتي من مشاهدة أي محتوى يتعلق بالمغرب. لقد لاحظت تغيرا كبيرا في طريقة تفكيرها بعد متابعتها للمملكة المغربية، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. وأصدر كذلك أوامر مباشرة بحجب المواقع المغربية ومنع تداول أي أخبار أو معلومات تخص المغرب داخل كوريا الشمالية ابتداء من هذه اللحظة. كما أمرت بمراجعة القوانين فورا والبحث عن كل ثغرة دخل منها هذا التأثير الغريب إلى شعبنا، لأن ما فعله المغرب لم يعد أمرا عاديا. نحن نفكر بالقوة والسلاح، أما هم فيفكرون بالعقل والذكاء، وهذا أخطر بكثير. لقد أدركت أن الملك محمد السادس لا يبني شعبا عاديا، بل يصنع جيلا يمتلك ذكاء يجعل العالم كله يراقبه بقلق. وما يحدث داخل المملكة المغربية اليوم بدأ يثير جنوني بالفعل. جميع المسؤولين عن القانون والأمن في الدولة أصدر أوامري بمراجعة كل الثغرات القانونية فورا، وإعادة دراسة أنظمة الجنسية والسلطة والنفوذ في العالم كله، لأن ما فعله ذلك الشاب المغربي الذي وصل إلى عرش سويسرلاند لم يكن صدفة. هذا ليس مجرد شاب، بل عقلية خطيرة. المغاربة لا يدخلون الأبواب العادية، هم يصنعون أبوابا جديدة لأنفسهم. راقبوا جيدا كيف يتحركون بهدوء لكن بثقة الملوك. ولكن كيف كتبيعهم الدوله؟ مشى هو دخلهم من ديك الباب واستولى على هذوك الاراضي كلهم، فين بقى كيبحث ويسول تجمع عليهم المطاوي كاملين، وفي الاخر جا وعين راسو ملك على هذوك الاراضي ودار طقوس ملكيه في الكنيسه والتاج واللباس وكون جيش خاص به، ونزيدكم دار بنك باسمه وزائد دار عمله باسمه. شوفوا يا جدكم الطموح فين كيوصل، وانتم مقابلين ليا غير كبيس الله يكبس لكم على القرجوطه ان شاء الله. راه الدنيا مقلوبه عليه. راه شتي انا في الاول فاش سمعت الهضره قلت مجرد اشاعات وهضره زايده ناقصه، ولكن راه اذاعات اوروبيه كلهم دايرينو تراند هاد الايامات، كلشي كيهضر عليه. خويا يونس انا جايك هذوك الاراضي خويا يونس خاويين، نجي اخويا نبني، يعطيني شي قطعه ارضيه نجي تايا انا نعمر لك داك الدنيا. لا والخبر الا كان بصح قال لك غادي يجمع دوك الحراكه كاملين وغيعطيهم لا ناسيوناليتي. وناري يا خوتي انا قلت لكم شي نهار غيطلعوا لي الجنيحات وغتلقاوني كنفرفر في السماء بالفخر والتفخر والاستفخار. راه ماشي غير اجي وقول انا مغربي، يا جدك. لما الإنجاز والتاريخ يكتب باسم شباب المغرب فلا تستغرب. شاب مغربي عظيم اسم يونس اتكلمنا عليه في الفيديو اللي قبل ده، أبهر العالم، جعل نفسه رئيس لدولة سويسرا بثغرة من القانون، وبقى بيمتلك أراضي وبقى بيمتلك حاجات كتيرة جدا في دولة سويسرا. جعل رؤساء العالم، دونالد ترامب رئيس أمريكا ورئيس كوريا، كل الناس وكل رؤساء العالم بيتكلموا عن الموضوع. الشاب المغربي أبهر الجميع. الشاب المغربي وصل رسالة بأن العقل المغربي هو رقم واحد، وبأن المغاربة دائما وأبدا هم رقم واحد. بالمناسبة الشاب المغربي اللي اسمه يونس والدته من المغرب ووالده من سويسرا، قدر بتفصيلة بسيطة جدا وثغرة في القانون في دولة سويسرا بأن هو ينصب نفسه ويخلي نفسه رئيس لدولة سويسرا. انت متخيل معايا اللي بيحصل؟ انت متخيل ومستوعب الكلام اللي انا بقوله؟ شاب مواطن عادي جدا زي ملايين من المواطنين في كل مكان، ولكن بالقانون وبالعقل وبالمنطق، وليس بالخلافات ولا بالمشاكل ولا بالأزمات، لا، بالقانون وبالعقل وبالمنطق. دارس طبعا ما شاء الله عليه، وفكر، هو ده الفكر المغربي، ده اللي احنا بنقوله. النهاردة بنت رئيس
دولة كوريا طالعة منبهرة. رئيس دولة كوريا المشهور طبعا المجنون اللي احنا عارفينه قال لك لا، أنا بطالب بأن لازم يبقى في مراجعة لهذا الأمر، لأن ده مش طبيعي. محدش مصدق ازاي الشاب المغربي قدر يشتغل على الثغرة دي ويوصل لهذه المكانة. ده موضوع الرئيس يا جماعة، في ناس بتقاتل من أجله وبتشوف انتخابات وبتشوف مش عارف وبتشوف مشاكل وأزمات كتيرة جدا، لكن إن أنت مواطن عادي في يوم وليلة تبقى رئيس وتبقى مالك للدولة ويبقى عندك أراضي ويبقى عندك ممتلكات كتيرة جدا في سويسرا وتبقى واحد من أغنى أغنياء العالم، لا الموضوع مش صعب، الموضوع مش سهل عفوا. والموضوع في ناس كتير في حالة اندهاش، رؤساء العالم بنفسهم عايزين يعرفوا ازاي الشاب ده بقى رئيس لدولة سويسرا، وازاي الثغرة دي مفيش اي شاب تاني قدر ان هو يستغلها. ازاي مفيش شاب تاني قدر يفكر بان في ثغرة في القانون تخليك ملك ورئيس لدولة وانت مواطن عادي جدا، مواطن عادي جدا، في يوم وليلة بقيت رئيس لدولة سويسرا. والله العظيم كل من هو مغربي يدعو للفخر، كل من هو مغربي يدعو للفخر دائما وأبدا. احنا بنفتخر بيكم. أنا بطالب كل مواطن في العالم العربي اتعلم من المغرب، شوف ذكاء المغاربة، شوف الناس دي هي ليه رقم واحد في كل حاجة، في كل حاجة. احنا لو هنتكلم في رياضة، في سياسة، في الذكاء، في التعليم، في كل المجالات، لا هم رقم واحد في كل مجال. المغاربة هم رقم واحد. ودي رسالة للإعلام المصري والإعلام الجزائري، يلا بتطلعوا بتتكلموا بشكل سلبي عن المغرب، يلا بتطلعوا بتقارنوا نفسكم بالمغرب. مع احترامي للجميع، من اللي احنا بنشوفه ده مفيش وجه للمقارنة. شباب المغرب، أنا قلت لك إيه في بداية الفيديو؟ لو الإنجاز بيعمله شاب من المغرب فلا تستغرب، لأن ده الطبيعي وده المنطقي بالنسبة لشباب المغرب العظيم. ديما مغرب. أشوفكم في فيديو جديد.